السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو جديد قناة زمركاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية من جديد. امبارح منتخب مصر كان بيلعب مباراته الثالثة في دور المجموعات، والمباراة النهائية كانت مباراة فاصلة للتأهل لدور 16 أمام منتخب الراس الأخضر كاب فيردي، من ضمن إطار دور مجموعات في كأس أفريقيا. اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن منتخب مصر قدر إن هو يتعادل 2-2، وفي نفس الوقت منتخب غانا اتعادل 2-2 مع موزمبيق، أدى في الآخر إلى تأهل المنتخب المصري. ده عنوان حلقتنا النهاردة، لكن تابعونا أكتر بعد الفاصل القصير. منساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعي لاخواتنا في فلسطين. يا رب انصر اخواتنا في فلسطين، يا رب انصرهم، يا رب انصر غزة نصرك العزيز، يا رب انصرهم ووفقهم في اللي جاي وابعد عنهم كل شر يا رب العالمين. يا رب التوفيق يكون ليهم على خير ان شاء الله، خير 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 ان شاء الله، وربنا يوفقنا في اللي جاي. يلا بينا نرجع للفيديو. امبارح منتخب مصر كان صاحب نصيب من ستر الله، كان نصيب كبير جدا، حيث امبارح منتخب مصر بيلاعب فريق كاب فيردي اللي يعتبر بيلعبك وهو ناقص 7 8 لعيبة من القوام الأساسي. ده رقم واحد عشان برضه تبقوا عارفين ان هو يعتبر بيلعبك بالفرقة الاحتياطية. رقم واحد. طب رقم اتنين ايه؟ منتخب كاب فيردي نازل عايز أأمن على صدارتي، انا كده كان متصدر بس ما اخسرش، لان في نفس الوقت انا عندي في دور 16 هلاعب اكيد فرقة، فاكون مجهز نفسي ان انا ما اخسرش. ده رقم واحد. طب رقم اتنين عايز اعمل نمر على منتخب مصر، بحيث برضو ان عارف انت مش نازل اديهم الامل، وفي نفس الوقت هم لعبونا على الواقف جدا، هلعبك على الواقف جدا وفي الاخر هكسبك بالشكل بتاعي. ماشي. البداية كانت عن طريق ان انت الشوط الاولاني عامل شوية تبديلات، اهمهم وابرزهم فتوح لعب في بداية الماتش، زيزو بدأ الماتش، عندك كام لاعب هما اللي ايه، لكن باقي التشكيلة زي ما هي، محصلش حاجة، هما تبديلين. سحب ومحمد هاني لعب مكان عمر كمان، يعني تتكلم في 3 4 تبديلات هما دول اللي بدلهم امبارح، مع طبعا مروان عطية مكان النني. يبقى انت عندك هما 4 3 تبديلات. ماشي. عن التشكيل اللي في الماتش قبل كده، بدأت الماتش انت ماشي عمال تروح تروح وبتوصل. مصطفى محمد توتر شوية، حس الراجل برضو بيضيع فرص، يعني ممكن تخلص بشكل محترم شوية عن كده. ضيع كام فرصة مع انت بتوصل عمال نوع من انواع التوتر. ماشي. الدنيا ماشية الدنيا ماشية، خلاص هتعمل ايه؟ ماشي. الشوط التاني طبعا لسه مش عايزين نتكلم بقى. الشوط الاولاني هما برضو خطار، يعني هما ما بيلعبوك على الواقف جدا. يعني هما بص، عارف انت مريحين نفسهم، منتخب مريح نفسه. اول فرصة تجيلهم يعتبر فرصة حقيقية في الدقيقة 45، وسط 5 يا جماعة. لما يكون واحد عليه رقابة من 5 ويلف وبجسمه ويخلص ويحط الكورة، ولا في حارس مرمى ولا في خط دفاع ولا حد هان عليه ان هو يقطع الكرة منه. والهدف الاول اللي كان فردي في الدقيقة 45 في وقت قاتل، وقت اكتر وقت انت محتاج فيه الفوز، بتستقبل هدف صعب جدا جدا عشان يبدأ بقى ان انت دخلك في حسابات وامال جديدة، امال وحسابات جديدة. ماشي. عندك بقى اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انت الشوط التاني عايز تغير، عايز تشوف بقى ايه اللي حصل، اللي خلاك بقيت في الوضع ده. سحب فتوح طبعا مش عايز اتكلم كتير عليه، لكن اكيد طبعا الراجل بقاله فترة ما بيلعبش، الراجل مريح فترة، فاكيد طبعا مش هيكون جاهز فت 100%. وانت اللي عملت فيه كده لان انت حرقته، بمعنى ان انت لما مفروض تبدأ بالبطولة ما بدأتش بالبطولة واكدت على حمدي، فامبارح راح سحبه ومنزل حمدي ونزل تريزيجيه طبعا هو الكارت السحري للبطولة. الراجل بينزل لحد هو الجرينتا، هو الراجل بيحاول عايز يعمل اي شكل، عايز يغير امبارح جون واسيست عشان يبقى مجمل مساهماته التهديفية في البطولة دي هي جون واسيستين.
امبارح بينزل كورة في أول في الدقيقة 49 لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في الشوط التاني. الكورة لأحمد حجازي، أحمد حجازي بيرجعها وان تو معاه، وبيحط الكورة في الشباك بطريقة جميلة جدا، علشان يعني يقول لك فوقه بقى فوق شوية. بدأت تنام بقى وانت بتروح لجونهم وبضيع فرص. مصطفى محمد طبعا هو اللي ضيع فرص كتير امبارح، وانت عمال توصل بس بتضيع، عمال توصل بس بتضيع. هتعمل ايه؟ الدنيا بتضيع. تقوم انت الشوط التاني تعمل بقى شوية تبديلات، تسحب بقى زيزو وتنزل كهربا. وامبارح كان بيلعب بشكل جديد، يعني هو بيلعب ب4-4-2 امبارح. اتنين مهاجمين عشان يوصلوا لبعض، حد يسحب المان بتاع التاني، حد يعمل. وده اللي شفناه في الجون، ان كهربا سحب الراجل اللي كان على مصطفى محمد، خلى مصطفى محمد استلم كويس، قدر ان هو يستلم الكرة كويس من تريزيجيه اللي كان ظابطها، يعني بسم الله ما شاء الله على رجله. ومصطفى محمد استلمها كويس جدا. ده المهاجم، ده الاسترايكر اللي مصر محتاجاه، ده الاسترايكر فعلا اللي مصر محتاجاه. مهاجم محترم، مهاجم. الراجل هداف نانت الفرنسي، وكمان بيجي عندك يعمل فرق. فده اللي الراجل المصري محتاجاه فعلا، وعامل فرق، عامل فرق قوي جدا والصراحة يعني شكله كويس، الشكل عام كويس. ده اللي خلاك قدرت ان انت تفرق جامد يعني فيه. ماشي. في الاخر قدرت انت طبعا بعد دقايق بسيطة تستقبل الهدف التاني، وفي نفس الوقت في كلمتين على غانا وموزمبيق بس في اخر الفيديو. انت ما فيش شكل الدفاع. لازم يا جماعة نعرف ان في مشكلة في الدفاع من اول البطولة. زي في 3 ماتشات تستقبل 6 اهداف في 3 ماتشات، 6 اهداف. فانت بتتكلم ان يعني الدفاع عندنا الدنيا صعبة خالص عنده. استقبل الهدف التاني والشناوي يقعد يضيع كام وقت بقى شوية، كما العادة يعني عند الشناوي، ويضيع الوقت ومدخل في الآخر أبو جبل مكانه. ونهاية المباراة 2-2. مباراة دراماتيكية جدا، انت تتعادل في الآخر، وبعد شحن أعصاب وانت بقى خايف ومقلقان ومقلق، في الآخر تقدر ان انت تفوز. يعني ان انت تحصد بطاقة العبور بعد امبارح. كان يعني يوم كان مفاجآت يعني. غينيا الاستوائية تفوز 4-0 على كوت ديفوار، ونيجيريا بتفوز 1-0 عن طريق هدف عكسي قدام بيساو، غينيا بيساو. ونروح بقى الشق التاني بتاع الحلقة، شق اللي هو بتاع غانا بتلعب موزمبيق. غانا بقى يعني اكتر الصور ليها المزرية على مدار البطولات. يعني تخيل المرة دي زي المرة اللي فاتت، يعني انت تتكلم شكل مش كويس خالص. غانا ملهاش شكل، الكرة الغانية في تدهور، وغانا الى الاسفل زي ما احنا شفنا. وزي ما شفت انت تعادلت مع فرقة تعبانة خالص وعملت لها قيمة. امبارح في دقيقتين بياخدوا التعادل. تخيل لغاية الدقيقة 90 انت كنت خارج البطولة، لغاية الدقيقة 90 في ماتشين كنت انت خارج البطولة. لكن كله بالدعاء والستر اتغير الوضع. انت زي ما انت كنت متعادل، هما اتعادلوا، وفي الاخر كما هو عليه الوضع انت الحمد لله ربنا كرمك وتأهلت، وهم خرجوا من البطولة. وموزمبيق المجتهدة اللي انت برضو عملت لها نمرة، فريق يعني اللي على قده، وفي نفس الوقت زق الدنيا قدام قدام فرقة غانا. طب ماشي، اتكلمنا بقى عن الماتشات وكده. طب ايه المرحلة الجاية؟ ايه المرحلة الجاية؟ ان انت روي فيتوريا يبدأ يفوق، يبدأ يرتب ورقه كويس جدا، عشان ما فيش وقت خلاص لأي اعذار او لأي تضييع وقت خلاص. اهم حاجة المرحلة الجاية ان انت تبدأ تفوق وتشوف نفسك، علشان ما فيش وقت لأي تضييع وقت. آه عندك احتمال كبير تلعب الكونغو، وانا بقول لكم ان احنا هنلعب المغرب. بس المغرب هتنزل تقاتل الماتش الجاي عشان ما تطلعش تاني، لكن انت تطلع لو لا هتلعب تاني مجموعة المغرب، فانت ممكن تلعب المغرب، الله اعلم. انا نفسي نلعب المغرب، نفسي نلعب المغرب. اي نعم احنا شكلنا مش كويس، بس هو الماتش ده اللي هيخلينا نفوق. المباراة امام المغرب لو بالشكل والاداء ده، واصلا اعتقد ان مصر هتتغير يعني كشكل، لو بالشكل والاداء ده تطلع الماتش الجاي وتروح من البطولة. لكن خير خير، اعتقد ان احنا هنقدر نعدي، لان احنا يعني هنجتهد على قد ما نقدر وهنعدي. يعني انا متفائل
مع ان الاداء ما بيقولش كده، لكن لسه 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 مش هقدر احكم لحد دلوقتي. ايوه، متأهل بالعافية بشق الأنفس، لكن المجمل اللي انت قدرت تتأهل وقدرت تروح، خلاص ده اللي انا عايزه. انا مش عاوز منك حاجة، اتأهل وروح وانا هكون معاك. لسه لسه الحكم ما تحكموش دلوقتي. ادعم المنتخب، ملكش دعوة بعناصر. ادعم المنتخب كينونة. منتخب بلدنا ده اللي بيمثلنا بره، الشعب كله فرحان وعايز فرحة وخير وخير. وان شاء الله لو ماتش لو هنلعب المغرب هيبقى فيه مفاجأة. الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى فيه مفاجأة من العيار التقيل ان شاء الله. وربنا يسهل وهنشوف يوم الحد الجاي هنعمل ايه. ان شاء الله على حد بين الحد او السبت، فهنشوف يوم الحد الجاي هنعمل ايه واحنا مع بعض اهو. البطولة مكملة وبإذن الله بعد انتهاء دور مجموعات هيبقى في حلقة اسمها آه يعني حصاد تكتيكي، هنتكلم بقى فيه عن حصاد الافكار التكتيكية، ومين الفرق كانت كويسة في البطولة، ومين الفرق اللي كانت مستواها بعيد او الدنيا بعدت منها. مش عايز اتكلم كتير، لكن منساش اشترك في قناة فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ومنساش صلي على النبي وتدعي لاخواتنا فلسطين، يا رب انصرهم ويا رب خير ان شاء الله. لسه الخير كتير، وربنا يسهل ان شاء الله على كل خير. وادعوا لنا ربنا يوفقنا، وادعوا لي ربنا يكرمني، ومتنسوش تدعموني في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.